عاجل رسالة قوية من مصطفى الشوبير للدفاع عن والده في أزمة أحمد رفعت. خرج مصطفى الشوبير حارس مرمى الأهلي عن صمته للدفاع عن والده أحمد شوبير الذي واجه اتهامات كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تورطه في أزمة الظلم الذي تعرض له الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي فارق عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية. وقال اللاعب مصطفى الشوبير: اتهامات وخوض في الزمن بدون علم ولا أي دليل. انتوا ما فرقتوش عن اللي ظلموا رفعت في حاجة، ودلوقتي بتتهموا الناس ظلم بأذى شخص بدون أي دليل. حتى دي عايزينها أهلي وزمالك وترند. وجاءت تصريحات مصطفى الشوبير عن الأزمة عبر السوري صفحته على النحو التالي: اتهامات وخوض في الزمن بدون علم ولا أي دليل. انتوا ما فرقتوش عن اللي ظلموا رفعت في حاجة، ودلوقتي بتتهموا ناس ظلم بأذى شخص بدون أي دليل. حتى دي عايزينها أهلي والزمالك وترند. أخو اللاعب طلع وقال: اسألوا فلان، وذكر اسم شخص ووكيله كان قاعد، وحصلت مواجهة بينه وبين الشخص اللي تم ذكر اسمه. فين بقى اسم أحمد شوبير في جملة مفيدة؟ ولا أخو أحمد رفعت ولا وكيله ولا المحامي بتاعه قالوا حاجة أو ذكروا اسمه؟ حتى زي ما المفبركين بيكتبوا الترند عمل الناس والاتهامات الباطلة، أي حد بيكتب أي حاجة الناس للأسف بتصدقها وخلاص. وياريت الناس اللي بتكتب ده درس لينا تبدأ بنفسها الأول وما تظلمش حد تاني باتهامات باطلة بدون أي دليل، لأن كده أنت أول واحد ما تعلمش من اللي حصل وبتعيد الظلم بس بطريقة تانية. استقيموا يرحمكم الله وسيبكم من الترند، كلنا لله راجعون. أخيرا ربنا يرحمك يا رفعت، أكيد أنت في مكان أحسن، لا تنسوه من صالح دعائكم.